بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في الفيديو هذا بإذن الله راح نتعلم مع بعضنا كيفية تصليح مصباح لاد. أول حاجة نديروها هي أن نفكو الغطاء هذا أو فيه لصق في المصباح. غطاء تاع البلاستيك هذا نجيبو آلة حادة ولا طورنيفيس ولا موس، المهم أي حاجة تكون رقيقة. نفتحوه بالطريقة هذه، نتبعو المصباح تاعنا ولا الغطاء تاعنا، نحيلو اللصقة هذيك، من بعد نحيو الغطاء البلاستيك بالطريقة هذه. هنا رانا فتحنا المصباح تاعنا. شوفوا واش فيه خوتي الداخل. هذوما اللي الداخل يسموهم ليلات خوتي، لادة. هذا الصفور اللي راكم تشوفوا فيها من لادة. هذوما خوتي كيفاه مربوطين بالتسلسل، كما نقولوا حنا بالعامية. هذه تدي لهذه، توصل تريزيتي، هذا تدي لهذه. كون تحرق واحدة منهم راح متوصلش اللادة وماشي راح يشعل لنا المصباح تاعنا. كيفاه نعرفوا بلي لادة محروقة؟ هنا راهي تبان خوتي، تكون فيها نقطة كحلة. ها هي اللادة المحروقة. راني فيريفيت انا المصباح ولقيت اللادة هذه هي المحروقة، كما راكم تشوفوا فيها نقطة سوداء، الاخرين ما فيهمش. المهم كي تكون فيها نقطة سوداء تسمى هذيك هي المحروقة. هذيك هي اللادة لازم نوصلو، لازم نحيوها ونوصلو نكونتينيوها بالليلات الاخرين. واش كيفاه نعرفوها باللي هي محروقة؟ نجيبو سلك يكون فيه عازل بلاستيك ولا اي حاجة. انا راني جبت السلك هذا كما راكم تشوفوا. السلك هذا هو السلك تاع البارابول. انتم تقدروا ديروا سلك نورمال، سلك تاع ان 5 ولا دو 5، وجرب بيه نورمال، بشرط انه يكون عازل، يكون فيه البلاستيك الفوق باش تقدر تحكم وتسيي. نبرونشيو المصباح تاعنا في لادوي الطريقة هذه، حيث انه توصل له الكهرباء. ومن بعد نجيبو سلك النحاسي، نوصلو بين طرفي اللادة. كاين طرف موجب وطرف سالب. قلنا خوتي هذا البرونشمون تاع المصباح راهو برونشمون تسلسلي كما نقولوا حنا. هذه تدي لهذه اللادة، تدي اللادة الاخرى، توصل الكهرباء. كي تكون تتحرك وحدة راح ما يشعلش المصباح تاعنا. هاي طريقة خوتي كيفاه نعرفوا اللادة باللي راهي محروقة. شوفوا كيفاه كي نوصل بين طرفين الموجب والسالب تاع اللادة راح يشعل لنا المصباح. تسمى بروبلام ولا المشكل راهو في اللادة هذه اللي كنا نحكيو عليها درك، كيفاه النقطة السوداء. كيفاه نوصلو ولا نصلحو المشكل هذا؟ نحيو المصباح تاعنا من الكهرباء، نحيوه، نعزلوه على الكهرباء، ومن بعد نجيبو لاسودير ليتا لاسودير ونحيو اللادة هذيك، نحيوها خلاص. ومن بعد نوصلو بين اللادة واللادة باللاسودير بالليتا، نحيوها بالكيفية هذه. كاين يقول لك بلا ما تنحي اللادة تبرونشي ديريكت، كما نقولوا حنا ديريكت توصل بالليتا من الموجب السالب. انا خوتي جربتها وما شحلش المصباح تاعي. تسمى لازم نحيو اللادة ومن بعد نوصلوها بالليتا.
حاولي تعطينا خوتي. شوفوا وين راحت الهدا، وصوديوها بالكيفية هادي. خاوتي لي لامب هادم وعلاه نريباريوهم، على خاطر كيما هادي راه يدير 130 ألف. المصباح هذا راه يدير 130 ألف. هذا المصباح ما عندوش ربي واحد السمانة ملي ركب تحرقت له الهدا هادي. تسمى في العوض زعما كون تبع راح كل دورة وتشري مصباح. وهي كما نقولوا حنا لافورتي حاجة سهلة خلاها، يعني مش يعني حاجة صعيبة، قادر أي واحد في الدار قادر يخدمها، بشرط إنه يكون عنده الآلة هذه تاع لاسولير. هاي ماشي غالية خاوتي، قادر تشراها من عند كيكيري وتحطها في الدار، كيما تكون عندك بريكولا كيماك تقدر تخدم بها نورمال، تخدم بها خير من تروح طيشها هكداك خسارة. 130 ألف تسمى كل سمانة 130 ألف، تولي تخدم غير على لي زامبول. هنا خاوتي رانا وصلنا بين ليلاد. هاي كيفاه سوديتها. دركا نركبوها نبرونشيوها تريسيتي ونشوفو معناتها اسكو تشعل ولا لا. هاي كما راكم تشوفو خاوتي، المصباح تاعنا راهو شاعل يمشي، رجع كما كان، الليلات تاعو كامل شاعلين كما راكم تلاحظوا. هذه هي خوتي العملية سهلة وبسيطة خوتي. المهم واش راح نقولكم في الأخير، دعمونا برك، ديرونا الاشتراك في القناة، ديرونا لايك، واللي عنده أي استفسار أو سؤال يخليه هنا في الكومنتار. خوتي ماذا بكم دعموا القناة خوتي، راني نخدم في كما نقولوا حنا راني نفيدوكم، ماشي حاجة راني نفيدكم بها. ماذا بكم انتم ثاني دعمونا، ديرونا اشتراك باش توصل القناة هذه، تكبر القناة وتوصل أكبر ناس أخرين. هذه هي خاوتي، وش راح نقول لكم خاوتي، تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.